أحياناً الحقيقة بتبقى أغرب من الخيال، والنهاردة هحكي لكم 3 حكايات تثبت الكلام ده. بس قبل ما ندخل في الحكايات، لو أنت من عشاق الغريب والمظلم والغامض اللي بيتقدم في شكل قصة، يبقى وصلت للمكان الصح. ده كل اللي بنعمله، وبنرفع مرة في الأسبوع. فلو الكلام ده يعجبك، المرة الجاية لما تكون على الشاطئ مع زر اللايك، استنى لحد ما يقلع قبعة الشمس ويروح يجري في المية، وهو غايب ملى قبعته مايونيز. وكمان اشترك في القناة وفعل كل الإشعارات عشان ما يفوتكش رفعنا الأسبوعي. يلا ندخل في حكايات النهاردة. في ظهر يوم 29 يونيو 1934، ضابط شرطة اسمه كابتن ألان فالبي 37 سنة داس على دواسة البنزين في الموتوسيكل الشرطة بتاعه وانطلق زي السهم في شارع في إل باسو، تكساس. أنوار وصفارات الموتوسيكل كانت مولعة عشان كان بيطارد شاحنة صغيرة مسرعة. بس رغم إن فالبي واضح إنه بيطاردهم، هم ما بطئوش خالص. فالبي ده كان ضابط من 11 سنة وبيحب شغله، بيحب موتوسيكله وبيكره لما المجرم يفلت، فحط إيده على الدواسة وفضل يطارد. فجأة الشاحنة فرملت جامد ولفت شمال بقوة. فالبي حاول يبطأ بس فات الأوان، خبط في ظهر الشاحنة وهو والموتوسيكل زلقوا على الأسفلت ثواني. وطول الوقت ده كان جسمه بيتجرح في الرصيف وبيفقد نفسه، لحد ما وقف كان مرمي في نص الطريق والموتوسيكل الحبيبة فوقيه محاصرة رجليه تحتها. والموتوسيكل ده وزنه حوالي 500 رتل وزيادة في الإهانة. وهو بيصرخ من الألم عشان واضح إصاباته فظيعة، بص تحت الطريق ولقى الشاحنة اللي كان بيطاردها، واضح إنها عارفة إنه خبط وراها. ما وقفوش يساعدوا، بس انطلقوا بسرعة كبيرة. قدر فالبي الوضع، حاول يدفع الموتوسيكل عنه ثانية، بس ما قدرش يحركه. كل ما يحركه شوية الوزن ينزل أقوى على رجليه المكسورة وبيحس بألم رهيب. والأسوأ، بص تحته لقى بركة دم بتكبر، واضح إصاباته ممكن تقتله. وكان لوحده خالص، محدش يساعده ومحاصر. وبدأ يصرخ طالب مساعدة، بس الحقيقة لو محدش جه قريب خلاص انتهى. بدأ يتوتر. الحمد لله في اللحظة دي 2 رجالة جايين من تحت الطريق يجروا ناحية فالفي. يبدو إنهم كانوا وراه شوية وشافوه بيطارد الشاحنة ولقوا الحادثة، فوقفوا وجايين يشوفوا لو بخير. من غير ما يسألوه إيه محتاج، شافوا الوضع، الموتوسيكل محاصر فوق الشرطي، ومع بعض الاتنين قدروا يرفعوا الموتوسيكل التقيل ده عن رجلين فالبي. ولما عملوا كده التلاتة بصوا ولقوا السبب في كل الدم ده على الرصيف، جرح كبير قوي في رجل فالبي فوق الركبة مباشرة، بينزف دم جامد. فالبي شاف كده وبدأ يدوخ من فقدان الدم، بس مجرد رؤية الجرح ده كانت مربكة خالص. الحمد لله الاتنين اللي جايين يساعدوا حافظوا على هدوءهم. واحد لاحظ إن فالبي لابس كرافتة، كان لابس يونيفورم شرطة رسمي فيها كرافتة. مد إيده بلطف وقال لفالبي يرتاح وفك الكرافتة. في الوقت ده التاني جري ناحية جنب الطريق عند شجرة كبيرة وجاب عصاية قوية شوية. اللي فك الكرافتة ربطها حوالين رجل فالبي. فوق الجرح قطع الدورة الدموية للجرح ده عاصبة، ربطوها. التاني رجع بالعصاية وسلمها لصاحب الكرافتة، أخدها ودخلها بحرص في الكرافتة اللي دلوقتي ملفوفة حوالين رجل فالبي، وبدأ يلف العصاية، يلف القماش معاها، يشد العاصبة ميكانيكلي أقوى بكتير من غير حاجة. ده واحد عارف يعمل عاصبة حقيقية من حاجات يومية. فربطوا العاصبة جامد قوي، وقفوا النزيف، وفي الآخر ده أنقذ حياة فالبي. فعلا لحد ما نقلوا فالبي المستشفى وشالوا العاصبة المؤقتة دي وصلحوه صح، الدكتور قال لفالبي إنه كان على بعد 10 دقايق من الموت من فقدان الدم. يعني لو مش الاتنين دول اللي ظهروا وعملوا العاصبة كان ممكن يموت. بعد 4 سنين في 12 ديسمبر 1938 فالبي رجع الشغل، وكده من حوالي 6 شهور بعد إصابته. رجع متعافي تمام، كان عنده شوية نسيج ندبي في رجله، بس أساساً رجع لقوته الكاملة. وفي اليوم ده بالذات فالبي كان في دورية عادي في الباسو لما جات له مكالمة راديو عن حادثة عربية وحش حصل في طريق 80، طريق رئيسي في المدينة. فانطلق فالبي المكان ولقى عربية انحرفت عن الطريق وخبطت في شجرة، والسواق أو اللي يبدو سواق قاعد ساكت في كرسي السواق وفاقد الوعي. ففالبي كان الأول في المكان، وقف، نزل من الموتوسيكل، جري على العربية وسحب الراجل الفاقد الوعي ده بحرص من العربية وحطه على الأرض. ولقى عنده جرح فظيع في رجله وبينزف جامد، بس عشان ده كان زي نفس الإصابة اللي أصابت فالبي نفسه قبل 4 سنين لما موتوسيكله خبط. فالبي عرف يعمل إيه،
ما كانش معاه عصبة صدرة، بس عرف يعمل واحدة. كان معاه كرافتة وعصاية جنب الطريق، فبأسرع ما يمكن جري، جاب عصاية قوية، قلع كرافتته، ربطها حوالين رجل الراجل ده، استخدم العصاية يشد أكتر وقطع النزيف للجرح. وفي النقطة دي دلوقتي بعد ما فالبي عارف إن الراجل ده مستقر، ما بينزفش، نشاط، واضح لسه بيتنفس وإن كان فقد الوعي، بس يبدو إنه عنده فرصة. فكان بيستنى الإسعاف يجي ياخده المستشفى، وكان قاعد هناك فرحان شوية إنه قدر يبقى هنا وينقذ الراجل ده. لما بص عليه شوية وفهم حاجة، الراجل اللي أنقذه دلوقتي بعصبته المؤقتة كان حرفياً نفس الراجل اللي أنقذ فالبي بعصبة مؤقتة قبل 4 سنين. فالبي ما كانش حتى عارف اسم الراجل، ما فضلوش على اتصال بعد الحادث، انفصلوا، بس دلوقتي بيبص عليه ويعرف إنه نفس الشخص. اسم الراجل ألفريد سميث، وهيتعافى تمام. بس لما نقلوه المستشفى قالوا إنه كان على بعد ربما 10 دقايق من النزيف لحد الموت لو مش فالبي. يعني حرفياً قصة العصبة المؤقتة دي لعبت بنفس الطريقة تقريباً مع الاتنين دول يعملوها لبعض، بس بفارق 4 سنين. بعد كده فالبي وألفريد سميث هيعملوا مقابلة للريبليز بيفيت أور نوت، يحكوا عن الصدفة المذهلة اللي أنقذت حياتهم. ولما المذيع هنأ فالبي في نقطة على بطولته، فالبي قال بس عصبة كويسة واحدة تستاهل التانية. شوف، ألفريد سميث هو اللي حط العصبة حوالين رجلي وأنقذ حياتي لما موتوسيكلي خبطت في الشاحنة دي. في الآخر عصبة كويسة واحدة تستاهل التانية. وخلاص يا جماعة. في ليلة 16 ديسمبر 1984 مهندس كهرباء 24 سنة اسمه هارون مشى عبر فناء مجمع شقق سيء شوية في هونج كونج، ماسك إيد حبيبته القديمة جينيو 23 سنة. الاتنين كانوا لسه مخلصين عشا مع بعض في شقة هارون، جزء من المجمع ده، بس دلوقتي كان بيمشي حبيبته عبر الفناء للجانب التاني من المجمع عند شقتها. هارون دايما كان بيمشي يو لحد البيت. الاتنين مع بعض من سنين، اتعرفوا في الكلية بعد ما صاحب مشترك قريب قدمهم، ومن ساعتها ما ينفصلوش. هارون كان وقائي شوية ناحية يو، حس إن حيهم مش آمن قوي، ففي أي وقت خاصة بالليل لما يعرف إن حبيبته هتبقى بره في الحي كان بيمشي معاها عشان يحافظ على سلامتها، وده اللي كان بيعمله الليلة. في الآخر الزوجين وصلوا الباب أمامي للاسم ده من المجمع اللي بيودي لشقة يو، فدخلوا من الباب الأمامي وتوجهوا لبنك الأسانسير في المبنى. كان في أسانسيرين. هارون مد إيده وضغط زر الصعود، وبعدين وقف هو ويو يستنوا. وهم بيستنوا بدأوا يسمعوا صوت الأسانسير القديمة اللي بتخبط وهي طالعة تحت عمود الأسانسير. دول أسانسيرين قديمة ومهترئة ومخيفة شوية، كان هارون ويو بيكرهوا يركبوها. بس يو ساكنة في الدور 13 ومحدش فيهم بيحب يطلع الدرج ده كله، فالخيار التاني الوحيد ركوب واحدة من الأسانسير دي. وفي الآخر الأسانسير نزلت، الجرس رن، الأبواب اتفتحت وما كانش في حد جواها. فدخل هارون ويو، ضغطوا 13، الأبواب اهتزت للقفل وبدأوا يطلعوا ببطء. وطول الوقت اللي طالعين فيه محدش فيهم اتكلم. كان نوع من التوتر القلقان إن الأسانسير دي هتقدر تطلع للدور 13. وهم طالعين كانوا بيسمعوا الأسانسير بتخبط في الجدران، وكانت غير مريحة قوي. بس في الآخر وصلوا الدور 13، الجرس رن، الأبواب اتفتحت، والاتنين ارتاحوا قوي لما خرجوا على أرض صلبة وتوجهوا لشقة يو، وتعانقوا وباسوا وقالوا إنهم قضوا وقت حلو مع بعض. وبعدين يو دخلت شقتها وهارون رجع تحت الرواق وضغط زر الهبوط عشان يرجع تحت بالأسانسير. وبعد ثواني سمع هارون الصوت المألوف للأسانسير بتهتز وتخبط في عمود الأسانسير. وهي طالعة عليه جرس رن، الأبواب اتفتحت، ما كانش في حد في الأسانسير. دخل هارون، ضغط زر البهو، استدار وشاف الأبواب بتقفل، وبعدين بدأ يهبط ببطء. ومرة تانية وهو نازل كان عنده نفس الطاقة العصبية، يأمل إن الأسانسير دي ما تقفش فجأة أو حاجة تنزله الأرض بسلام. وكان نازل الدور 12، 11، 10، نازل. بعدين في الدور 7 الأسانسير وقفت، بس وقفة قوية شوية، مش وقفة طوارئ، قوية شوية. في الدور 7 هارون فكر غريزي، طيب واضح حد في الدور السابع نادى الأسانسير والأبواب هتفتح في أي ثانية وحد هيدخل. بس هو بيستنى الأبواب تفتح عشان يخف التوتر ده. أوه يا ربي، في حاجة غلط هنا، الأبواب ما اتفتحتش، وبدل كده الأسانسير اهتزت فجأة تحت قدمه. تاني وقفت،
بس واضح ده مش سلوك أسانسير طبيعي. في حاجة غلط في الأسانسير دي، زي أسوأ مخاوفه بتتحقق، والأبواب لسه ما اتفتحتش. هارون بيبص حواليه متعجب، هيعمل إيه؟ إيه يقدر يعمله؟ كان بيحاول يقول لنفسه إن كل حاجة كويسة، ربما الأبواب هتفتح بعدين، بس ما عملتش. بعدين بدأ يشم حاجة، ريحة كيميائية تقريباً، ما قدرش يحدد إيه، وبيبص حواليه متعجب إيه اللي بيحصل هنا، وتوتره بيعلى، زي الوضع ده وحش. ما عندهوش فكرة إيه بيحصل، بس واضح حاجة وحشة بتحصل هنا. بعدين الوضع الرهيب ده ساء 1000 مرة، عشان بص تحت ولقى أرضية جوه الأسانسير دلوقتي مولعة. وهو بيدرك إن الأرضية مولعة، وده اللي كان بيشمه ريحة الاحتراق دي، شاف رجليه دلوقتي مولعة. وفي لحظة ذعر كاملة للقتال أو الهروب، افتكر هارون إن معظم الأسانسير عندها فتحة هروب في مكان ما، عادة في السقف. وبص فوق وما صدقش، كانت موجودة فتحة هروب عشان يخرج من العربية. هارون بدأ فوراً يحاول، طلع جدران العربية دي نوعاً ما، دفع الفتحة مفتوحة وطلع برا الأسانسير، برا النار، أنقذ حياته. وطول الوقت اللي الفوضى دي بتحصل في عمود الأسانسير، حبيبة هارون يو كانت في شقتها بتبص من الشباك، ومنظرها أساساً نفس الفناء اللي مشوا فيه من 5 دقايق بس عشان يوصلوا لمبنى شقتها. ومن العادة إن كل مرة يوصلها شقتها تبص من الشباك وتستنى لحد ما يخرج من الباب الأمامي وتشوفه بيمشي عبر نفس الفناء اللي مبناه في الجانب التاني. يو كانت فاهمة نوعاً ما كام وقت هياخده هارون ينزل بالأسانسير ويخرج من الباب الأمامي، بس دلوقتي مر 5 6 7 8 دقايق وما خرجش من الباب الأمامي، وما كانش فيه سبب حقيقي لعدم خروجه من المبنى في النقطة دي. وبدأت تقلق. وبما إن يو زي هارون كانت خايفة إن الأسانسير القديمة في المبنى ده هتتعطل في الآخر وهم عليها، بما إن عندها الخوف ده غريزي، كانت زي يا ربي، ربما محاصر في الأسانسير ده السبب في عدم خروجه من المبنى بعد. وبغريزة سابت شقتها ومشيت تحت الرواق لبنك الأسانسير، وبصت فوق الأبواب وشافت وين السيارات، ولقت إن واحدة من السيارات محاصرة في الدور 7 وما بتتحركش صعود أو هبوط مهما ضغطت الزر. السيارة دي مش هتطلع أو تنزل، السيارة التانية هتعمل بس مش دي. وأقنعتها إن هارون لازم يكون محاصر في سيارة الأسانسير دي، محاصر هناك، الأحسن نادي سلطات. وعملت كده، اتصلت بإدارة الإطفاء وقالت يا جماعة صاحبي أعتقد محاصر في الأسانسير. وبعد دقايق إدارة الإطفاء المحلية وصلت المجمع الشقق ومشيوا للدور السابع عشان يفتكروا أن السيارة محاصرة هناك. دلوقتي ما كانوش في طوارئ مجنونة يجروا تحت الرواق يفتحوا سيارة الأسانسير دي، عشان كانوا فاكرين إنها مجرد إزعاج تعطل أسانسير مش حياة أو موت. فمشيوا بس للدور السابع بالدرج. بعدين في الدور السابع راحوا لبنك الأسانسير عند البابين لسيارتين الأسانسير، وعلى اللي بيظهر إن السيارة محاصرة في الدور 7، الرقم فوق الباب مباشرة. استخدموا أدواتهم يكسروا الأبواب مفتوحة عشان يشوفوا السيارة وراها مباشرة، ولما كسروها شافوا سيارة الأسانسير المحاصرة وما كانتش بالظبط وين المفروض تكون. ما كانتش قاعدة قدام الباب مباشرة، كانت فعلياً موضوعة شوية تحت الدور السابع. كانوا بيشوفوا بس قمة سيارة الأسانسير، زي السيارة دي تعطلت فعلياً بين الدور السابع والسادس. بس ده بحد ذاته ما كانش حاجة كبيرة، أقصد يقدروا ميكانيكياً يحركوا السيارة دي صعود أو هبوط لو احتاجوا، إما صعود للسابع أو هبوط للسادس عشان يخرجوا اللي جواها. اللي لاحظوه فوراً بس، واللي كانت المشكلة الأكبر بكتير، إنهم شموا ورقوا دخان وكان جاي من سيارة الأسانسير دي، السيارة المحاصرة. فرجالة الإطفاء دخلوا فوراً في طيب لازم نكتشف النار دي جاية منين، جاية من سيارة الأسانسير دي ولا في مكان تحت في قاع عمود الأسانسير. معرفوش، بس من بره بيبصوا على العمود يقدروا يشوفوا إن فتحة الطوارئ في سيارة الأسانسير المتوقفة دي كانت مفتوحة عشان بيشوفوا سقف السيارة دي. وكانوا فاكرين طيب ربما الراجل المحاصر هناك ونقدر نبص تحت نمسكه نسحبه بره ونتعامل مع النار دي. وراحوا كانوا بيصرخوا باسم هارون وبصوا تحت في سيارة الأسانسير دي، كانوا حرفياً فوق بيبصوا عبر الفتحة دي ورأوا السجادة جوه السيارة محروقة تماماً ومحترقة، وكان في شوية دخان قاعد جوه السيارة بس ما كانش في حد جوه السيارة، كانت فاضية، بس شافوا دم في كل حتة جوه وعلى الجدران. بعدين عرفوا إن في دم كمان جاي نوعاً ما عبر الفتحة دي وكان على قمة سيارة الأسانسير. واضح اللي كان في السيارة دي أصيب بجروح خطيرة قوي وهو خارج من السقف. بس دلوقتي رجالة الإطفاء بيتساءلوا زي طيب الراح فين؟ وقع للقاع؟ أقصد عشان أساساً كان في بس السيارتين دوي، الأسانسير بيتحركوا صعود وهبوط جوه العمود الواحد ده.
ما كانش في حاجة أساساً تفصل العمودين اللي السيارات بتتحرك فيهم، كان نوع من عمود كبير واحد، وجنب السيارة المتجمدة دي كان العمود الهائل ده عمود متعدد الطوابق يمتد للأرض، وهم بيبصوا فوق الحافة ويدوا نورهم تحت عمود الأسانسير عشان السيارة في الجانب ده كانت أعلى، ما كانتش بتوعيك رجيتهم. وبالتأكيد كان في راجل ربما دور واحد تحت يبدو مصاب بجروح خطيرة قوي، كان عنده جروح في كل حتة، بينزف، يبدو إن كحله مكسور وكان متكور نوعاً ما على منصة صغيرة قوي. أساساً دور واحد تحتيهم، في كل دور لما تمشي للأسانسير لما الأبواب دي تفتح في منصة صغيرة طولها قدم واحدة تمتد للعمود بما يكفي تلاقي دخول السيارة. فلما السيارة تفتح تمشي عبر المنصة الصغيرة دي للأسانسير، الأبواب تقفل وتنطلق صعود أو هبوط. بس لو انت في عمود الأسانسير كل الدور أساساً عنده الانتفاخ الصغير ده. المنصة الصغيرة طولها قدم واحد، والراجل كان هناك يفترض هورون اللي كان متكور على الوحدة مباشرة تحتيهم على المنصة الصغيرة دي. وطبعا رجالة الإطفاء نسيوا النار عشان ده كانت مشكلة منفصلة في النقطة دي ولازم ينقذوا هورون. وراحوا الدور السادس، فتحوا الأبواب، مسكوا هورون، سحبوه للرواق وين آمن. كان واضح في ألم هائل، محترق، كان عنده كاحل مكسور، كان في حالة وحشة، بس يبدو أنه هيعيش. وهم بيحطوا هورون على نقالة وكان بالكاد بيتكلم، كان مهتز قوي، كان مرمي بس هناك. وفي النقطة دي يو الحبيبة عرفت إن رجالة الإطفاء أنقذوا صاحبها وكان في الدور السادس، فانطلقت تحت الدرج، جريت تحت رواق الدور السادس عشان تبقى جنب صاحبها، وبصت على هورون أول مرة وتجمدت بص وحطقت فيه وقالت ده مش صاحبي. هيتبين إن كارثة الأسانسير دي كانت مترتبة قوي عشان اللي معرفوش لا هورون ولا حبيبته يو إن نفس الصاحب المشترك اللي قدم الاتنين ندم عليه جامد. كان هو نفسه بيحب يو وما قدرش يستحمل يشوفها مع راجل تاني، وكده الصاحب المشترك ده اللي اسمه ليو وجانج في الليلة دي استنى سراً لحد ما اتأكد إن هورون طلع الأسانسير لوحده، بعدين قطع الكهرباء عن السيارة دي مجمدها إياها في الدور السابع، فعلياً بين الدور السابع والسادس. بعدين طلع فوق سيارة الأسانسير، فتح الفتحة بما يكفي يصب كيروسين جوه السيارة مع هورون. كانت الريحة اللي بدأ هورون يلاحظها ويشمها جوه العمود، زي إنه واضح عارف إن في حاجة غلط، بس هورون ما أدركش إنه صاحبه ده فوقيه مباشرة. بعدين قبل ما هورون يقدر حتى يفهم إيه بيحصل، ليو ولع عود كبريت ورماه جوه سيارة الأسانسير، ده اللي سبب النار الكبيرة. بس لما هورون زعر وطلع برا الفتحة عشان ينقذ نفسه، ليو كان مستنيه وضربه بسكينة، بعدين رمى برا سقف سيارة الأسانسير وين وقع كل الطريق تحت 7 أدوار لقاع العمود وين مات. الراجل اللي كان متكور على المنصة دي دور واحد تحتيهم وين السيارة كان ليو. وبشكل أساسي اللي عمله إنه بعد ما قتل هورون قفز للمنصة دي من فوق سيارة الأسانسير تحت للمنصة دي نوعاً ما عمدا عشان يأذي نفسه. يبدو إنه كان بس بيحاول يساعد بس وقع وأذى نفسه كمان، زي إنه ما عملش حاجة غلط، بس لما بصوا على هورون جوه العمود كان واضح مطعون. وكمان عرفوا إن النار دي بدأت عمداً، كانت حريق متعمد واضح. وبمجرد ما تراكمت كل الأدلة دي وكان واضح قوي إن ليو عملها، اعترف وفي الآخر حكموا عليه سجن مؤبد. في ليلة فبراير 1966 راجل 34 سنة اسمه خوسيه لويس بانيا مشى تحت درج جوه كافيه في مدريد إسبانيا. تحت الدرج كانت منطقة جلوس في الدور تحت نوعاً ما، كانت هادية شوية، بس كام شخص تحت هناك. بس خوسيه لويس لما نزل شاف صاحبه فرناندو سيسمار لقى بالفعل كشك في الطرف التاني من منطقة الجلوس، وكان بيلوح لخوسيه لويس. فمشى خوسيه لويس اللي جاي هنا يقابل فرناندو بسرعة ناحيته. بعدين قبل ما يقعد حتى، فرناندو اللي كان بيبتسم من ودن لودن رفع ظرفه ووراه لخوسيه لويس زي لازم أحكي لك عن ده. فخوسيه لويس وفرناندو الاتنين أعضاء في نادي صغير اسمه بالينا أليجري، يعني الحوت السعيد بالأسباني، واجتماعاتهم كلها عن الكائنات الفضائية والأطباق الطايرة. دلوقتي فرناندو كان فعليا موظف في مكتب البريد بالنهار، بس بالليل كان القائد الحقيقي للنادي ده ودايما مفتون بالكائنات الفضائية. أما خوسيه لويس فكان أكتر شكاك بكتير، كان فعليا ما بيؤمنش بالكائنات الفضائية أو الأطباق الطايرة أو أي حاجة خارقة. بس قبل شهر تقريبا شاف طبق طاير غير قابل للتفسير أو معرفش حتى إيه كان بيسوق العربية وافتكر إنه شاف حاجة في السما، ما خلتهوش بالضرورة مؤمن، بس معرفش يتكلم مع مين عن الحاجة دي اللي شافها.
ما قدرش يفهمها، وكده لقى طريقه للجروب ده، كان بس عشان يبقى مخرج يحكي عن الحاجة الغريبة دي اللي مر بيها. وبصراحة ما كانش عارف لو هيفضل أكتر من ربما الأسبوعين الجايين، كان هنا بس دلوقتي. بس على أي حال خطط خوسيه لويس وفرناندو يتقابلوا في الكافيه ده الليلة عشان يلحقوا بكل حاجات النادي قبل اجتماع النادي الحقيقي اللي كان هيحصل ربما 30 دقيقة من الوقت اللي بيتقابلوا فيه فعلياً. بس وهو بيقعد فرناندو كان عنده الظرف ده اللي متحمس له قوي، ولما قعد خوسيه لويس فرناندو حط الظرف قدامه وقال بص بص مفيش عنوان مرسل، وأشار كان في رمز غريب على بره الظرف ده وبيبدو أجنبي نوعا ما. زي خوسيه لويس معرفش حتى بيبص على إيه، بس فرناندو اللي كان مرة تانية مؤمن كامل قال لخوسيه لويس لسه واصل الرسالة دي وهوريها للنادي الليلة عشان افتكر إنها من كائن فضائي. دلوقتي لما سمع خوسيه لويس كده كان منفتح على فكرة إن الأطباق الطايرة حاجة، عشان مرة تانية ما قدرش يفسر اللي حصل له، بس حس بس زي إيديني بريك، زي إيه كائن فضائي بعتلك رسالة؟ ليه هيبعتوا رسالة؟ وقال حاجة زي كده لفرناندو، بس فرناندو كان جاهز لده، زي إنه عارف إن خوسيه لويس شكاك وعارف إنه هيقطع الرسالة دي. بس فرناندو رجع الظرف قبل ما خوسيه لويس يقدر يقول أكتر عن كام هي مزيفة، وسحب الرسالة جوه. ورسالة كانت مطبوعة فما كانتش بخط اليد، كانت بتأكس، وكتب الكاتب إنهم حرفياً من سلالة فضائية اسمها الأوميتيين وجايين من كوكب اسمه أومو. وقالوا إن الأوميتيين عندهم تكنولوجيا متقدمة قوي، وكانوا فعلياً عايشين على الأرض آخر 16 سنة، ومع ذلك البشر معرفوش بيهم عشان بيبدوا نوعاً ما زي الناس العادية. وكده كاتب الفضائي ده قال إنهم على مدى السنين دي كانوا بيدوروا على مؤمن حقيقي يشاركوا السر ده معاه، ويبدو إن المؤمن اللي لقوه كان فرناندو. دلوقتي خوسيه لويس قدر يشوف إن فرناندو متحمس قوي، وكده خفف شوية مطر على موكبه هنا وسابه بس يعيش لحظته وقال واو ده مثير للاهتمام. بعدين قبل فترة جاء الأعضاء التانيين في ناديهم لمنطقة الجلوس تحت في الكافيه ده، ولما اتجمعوا كلهم فرناندو وقف قدام الغرفة ورفع الظرف ده وقال مش هتصدقوا، وصلت لي الرسالة دي من سلالة فضائية عايزين يتكلموا معايا، زي تقدروا تصدقوا ده؟ عندنا أخيرا دليل، الكائنات الفضائية هنا. وبشكل لا يصدق وهو بيقول كده خوسيه لويس كان بيبص ياخد رد فعل التانيين في النادي يشوف كام هم مستثمرين في الوحي الجديد ده. وما صدقش خوسيه لويس لما التانيين في النادي بدأوا يمدوا إيديهم في شنطهم ويطلعوا ظروف تبدو متطابقة مع الرموز الغريبة دي عليها، وكانوا زي وصلتنا رسائل دي كمان، وصلتنا بس الليلة اللي فاتت، جبناها هنا للاجتماع ده، تقدروا تصدقوا ده؟ وبكده الاجتماع كله سيطر عليه كلام سلالة الأوميتيين الفضائية، وإزاي الرسائل دي لازم تكون شرعية، زي ده ما ينفعش يكون مقلب، زي ما قال خوسيه لويس إنه ينفع يكون مقلب، زي ده لازم يكون حقيقي، مين هيفكر يعمل فينا مقلب؟ إحنا مجرد جروب صغير بيحقق في الخارق، زي ليه حد يهتم يعمل فينا مقلب؟ وقال خوسيه لويس ليهم ده السبب، عشان انتوا بتؤمنوا بالخارق وهم بيلعبوا على ده، انتوا الهدف المثالي للمقلب، ده السبب في ان ده من المحتمل يحصل. بس النادي كله تقريبا اختلف مع خوسيه لويس وذكروه فرناندو بالأخص انه لازم يفتكر شعار النادي، وهو الإيمان بكل حاجة لحد ما يثبت عكسها. بشكل أساسي الجروب كله كان بيطالب خوسيه لويس يحافظ على عقل منفتح، عشان دي ممكن تكون اللحظة اللي معظمهم مستنيها. بعد أكتر من سنة شوية في يونيو 1967 وكان خوسيه لويس مرة تانية جوه منطقة الجلوس تحت في الكافيه ده في مدريد إسبانيا. لحد النقطة دي خوسيه لويس فضل يحضر اجتماعات بينة أليجري، فكر يسيب عدة مرات خاصة مع سيطرة حمى الأوميتيين دي جوه النادي، ما اشتراش ده بس تحمل وفضل يحضر الاجتماعات. بس في اليوم ده بالذات كان هنا لسبب محدد قوي، عشان شاف مقالة في الجريدة المحلية عرف إن النادي هيبقى حريص قوي يشوفها. ففي النقطة دي فرناندو كان بيكتب عمود أسبوعي في الجريدة عن الأوميتيين، عشان بعد وقت قصير من وصول الرسالة الأولى دي وصول كل الأعضاء التانيين في النادي الرسائل دي كتب للأخبار، كانوا مهتمين قوي وطلبوا تحديثات أسبوعية. وطبعا على مدى السنة اللي فاتت النادي فضل يوصلوا الرسائل دي، فرناندو مشمول من الأوميتيين مين هم، وكان بيكتب العمدان التحديثية دي. وبحلول النقطة دي بعد سنة العمود ده بقى مشهور قوي في مدريد، والناس في مدريد كانت مستثمرة شوية في الأوميتيين وإيه اللي بيحصل معاهم. وزيادة في الإثارة إن الرسائل دي ما بقتش توصل بس لعتبات أعضاء بينة أليجري، كانت بتوصل قدام بيوت ناس عشوائيين في كل مدريد، زي الناس عشوائية كانت بتتواصل معاها السلالة الفضائية دي.
دلوقتي خوسيه لويس كان لسه بيؤمن قوي إن مفيش طريقة ده يكون حقيقي، زي ده ما ينفعش يكون مقلب، زي ده لازم يكون حقيقي. مين هيفكر يعمل فينا مقلب؟ إحنا مجرد جروب صغير بيحقق في الخارق، زي ليه حد يهتم يعمل فينا مقلب؟ وقال خوسيه لويس ليهم ده السبب، عشان انتوا بتؤمنوا بالخارق وهم بيلعبوا على ده. انتوا الهدف المثالي للمقلب، ده السبب في إن ده من المحتمل يحصل. ما ينفعش يكون كائنات فضائية فعلياً، بس الأوميتيين بقوا أساساً موضوع الكلام الوحيد في النادي كل مرة يجتمعوا، زي كان كل اللي بيتكلموا عنه، وكان بيحس بشكل متزايد إنه كتير من مدريد بتتكلم عنه. أقصد كان ده حاجة كبيرة في الوقت ده. بس النهاردة السبب في إن خوسيه لويس جاب الجريدة يوريها للجروب كان فعلياً عشان نشروا حاجة كانت حتى بالنسبة لخوسيه لويس غير قابلة للتصديق شوية. ما كانتش مقالة نشرها فرناندو، ما كانش سرد تاني لرسالة تانية بتظهر، كانت فعلياً الجريدة نفسها بتغطي اللي يبدو رؤية طبق طاير محلي، ويبدو إن حد التقط صورة للطبق الطاير المفترض ده واتنشرت الصورة دي في الأخبار. وإيه رأيكم؟ على بره المركبة الفضائية دي كان نفس الرمز الغريب اللي بيزين واجهة كل رسائل الأوميتيين، اللي فرناندو وأعضاء النادي وكل الناس في مدريد بيوصل لهم من الأوميتيين دول، كان نفس الرمز. وكده حس نوعاً ما لأول مرة إنه مش بس رسائل ينفع تزويرها وبعتها للجماهير، زي المركبة دي اللي ظهرت في مدريد حاملة نفس الرمز، زي إنه لازم يكون الأوميتيين. افتكروا كمان إنه 1967 وكده تزوير الصور كان صعب قوي، على الأقل يخلي حاجة تبدو مقنعة. وده السبب في إن خوسيه لويس جاب الجريدة دي وريقها للأعضاء التانيين في النادي ده عشان يكون زي تعرفوا إيه؟ لازم أقول إن ده غير قابل للتصديق شوية. ورد فعل النادي كان مندهش بنفس القدر، كانوا كلهم شافوا الصورة دي بالفعل. أقصد كانوا مغلقين تماماً على كل حاجات الأوميتية، وكده الصورة دي كانت نوعاً ما مركز نقاش اليوم ده. وخوسيه لويس لقى نفسه بيعترف نوعاً ما إن ده غير قابل للتصديق شوية ومعرفش يعمل بيه إيه. بس بحلول نهاية الاجتماع خوسيه لويس حذر الجروب، زي بصوا أعرف إن ده يبدو حقيقي قوي ويحس حقيقي، أقصد أنا جبتهولكوا، افتكر إن ده غير قابل للتصديق شوية، بس لازم يكون في زاوية هنا، حد بيزوره، مفيش طريقة سلالة فضائية تعمل ده ما يحسش حقيقي بالنسبة لي. بس في النقطة دي الكل كان بيغلقوا، كانوا زي يا عم انت جبتهولنا النهاردة، انت اللي بتقول ان ده صعب الانكار، زي ده بيخليه يحس حقيقي. وكده في النقطة دي نسيوا رأيك المعارض. اللي لازم نعمله كجروب هو ناخد أخبار الأوميتيين والصورة دي وكل الرسائل، ومش بس نوريها لباقي إسبانيا، لازم نوريها للعالم كله. وطبعا بعد كده فرناندو بدأ يظهر على التلفزيون ويصر إن الأوميتيين حقيقيين، اللي سبب فعليا ذعر جماعي عبر إسبانيا كلها. الناس ما قدرتش تفسر آلاف الرسائل والصورة دي للطبق الطاير، وكده الإيمان بالأوميتيين انتشر قوي، وهم بقوا فرناندو والجمهور العام كله في إسبانيا متطرفين بشكل متزايد. خوسيه لويس بقى أكتر عزلة عن أصحابه في بالينا ألاجري، وسرعان ما وقف يحضر الاجتماعات تمام. بعدين بعد وقت قصير من كده بدأ يظهر على التلفزيون، بس مش عشان يدعو للإيمان بالأوميتيين، العكس، عشان يقول وقفوا الإيمان بده، مفيش طريقة ده يكون حقيقي. بس محدش سمع له قوي. قصة الأوميتيين أخدت حياة خاصة بيها وبدأت تخرج عن السيطرة نوعاً ما. بعد كام سنة من بداية ظهور رسائل الأوميتيين وعمل العناوين، 2 رجالة استلقوا على سكة الحديد وبشكل أساسي خلصوا على خياتهم بإنهم سابوا القطر يدهسهم. واكتشفت الشرطة فعلياً ملاحظات في جيوب الاتنين دول الرجالة بتقول بس الكائنات الفضائية بتنادينا. وبنظراً لتوقيت موتهم بدأ إنه لازم يكون مرتبط بالأوميتيين. بعدين ماتت أختين إسبانيات في جريمة قتل انتحاري، واكتشفت الشرطة إنهم كانوا بيوصل لهم رسائل أوميتية ممكن ساهمت في الجريمة دي. بحلول السبعينات كان في كمان عدة طوائف متعلقة بالأوميتيين شغالة في إسبانيا، وواحدة من الطوائف دي استهدفت الولاد الصغيرين. وفي أوائل السبعينات لما ابن خوسيه لويس نفسه كان في ال7 سنين، الولد ده استهدف من واحدة من الطوائف دي عشان يتجاب بسبب أبوه، زي كانوا بيحاولوا يجيبوا الولد ده يتعرض لمين يعرف إيه، بس بسبب مكانة خوسيه لويس القومية المتعلقة بالأوميتيين. دلوقتي ابن خوسيه لويس مش هيتسحب للطائفة دي، هيبقى كويس تمام. بس بالنسبة لخوسيه لويس ده كان مفتح العينين ومرعب شوية. فكرة إن عيلته ينفع تستهدف بسبب الحاجات الأوميتية دي كانت مجنونة. وكده حوالين الوقت ده خوسيه لويس وقف يحاول يقول الناس ما يؤمنوش بده،
وبدل كده انسحب من العين العامة وحاول بس يعيش حياة هادية معزولة. على مدى العقود القليلة الجاية الناس في كل إسبانيا فضلوا يوصل لهم رسائل أوميتية ومحدش عارف ليه، والطوائف دي اللي مركزة على الأوميتيين فضلت تزدهر وفضلت تؤمن إن الأوميتيين حقيقيين تمام. أما خوسيه لويس فحاول قوي يعيش حياة خاصة بعيد عن كل الجنون ده، بس كان صعب الهروب منه. أقصد كان بيشوف فرناندو على الأخبار طول الوقت بيتكلم عن الأوميتيين، وحتى نشر كتاب عنه. أقصد كان نوعا ما في كل حتة. بس كل حاجة اتغيرت في 1996 بعد 30 سنة من وصول أول رسالة أوميتية. في ليلة واحدة في 1996 الناس في كل إسبانيا اتجمعوا قدام تلفزيوناتهم مستنيين كبير عشان في تقرير خاص عن الأوميتيين. ولما ضيف الشرف اللي كان هيبقى جزء كبير من التقرير الخاص ظهر على الشاشة وبدأ يتكلم عن الأوميتيين، صدم البلد كلها قوي. الشخص ده شرح إنه في حياتهم الخاصة كان عندهم مؤخراً تجربة قريبة من الموت، وخلتهم التجربة دي يدركوا إنه حان الوقت أخيراً يعترفوا للعالم إنهم اختلقوا كل حاجة الأوميتيين. كان فعلاً خدعة. قالوا إنهم كتبوا الرسائل الأوميتية الأولى دي وبعتوها لبالينا أليجري عشان افتكروا إنهم هيبقوا عرضة الإيمان بالخدعة. وقالوا كمان إنهم زوروا الصورة دي اللي اتحطت في الجريدة للطبق الطاير مع الرمز الغريب اللي بيطابق الرمز على كل الرسائل. بس الشخص قال بعد كده ما كانش عندهم نية يحافظوا على الخدعة، ومع ذلك القصة أخذت نوعا ما حياة خاصة بيها، وبدأ كل المقلدين دول يبعتوا رسائلهم الأوميتية الخاصة لناس عشوائيين في كل إسبانيا. بعدين الأخبار التقطتها وكانت في كل حتة، وحتى مع إن الشخص ده كان بيحاول بجد حرفيا يقول للعالم إنه زور الحاجة دي محدش سمع. الخدعة ما كانتش غير خوسيه لويس، عملها حرفيا بس عشان يوري بالينا أليجري كام سهل يخلي الناس يؤمنوا بالكائنات الفضائية والمؤامرات، عشان ده اللي الناس عايزاه. كان عايز بشكل أساسي يوريهم إنه شكاك، وكان عنده التجربة دي مع طبق طاير وكان بيحاول يوصل لقعرها، بس الكل زي لازم تكون كائنات فضائية، وكان زي لأ خلينا نرجع ونبقى عقلانيين. كان بيحاول يثبت نقطة إنه بص زورت كائنات فضائية بتكتب لكم لما إيمنتوا كلكم بيها، زي إزاي هنكتشف فعليا إيه حقيقي وإيه مش حقيقي. بس ما كانش متوقع إنها تاخد حياة خاصة بيها. ومع ذلك اعتراف خوسيه لويس ما وصلش فعليا لفرناندو، عشان فرناندو مات سنين قبل ما خوسيه لويس يعترف إن ده كان خدع حقيقي. وكده مات لسه بيؤمن تمام إن الأوميتيين حقيقيين، وعلى الرغم من إن في على الأقل 4 وفيات مرتبطة بالهوس الأومو ده، وكمان كان في كل الطوائف دي اللي كانت بتعمل مين يعرف إيه، ربما حاجات غير قانونية وغير مشروعة كمان مرتبطة بخدعة الأومو. على الرغم من كل ده خوسيه لويس ما واجهش أي اتهامات جنائية. مات في 2014. شكراً قوي على المشاهدة، وقولي رأيك في حلقة النهاردة في الكومنتات. وافتكر عندنا مئات الفيديوهات تستمتع بيها دلوقتي، بس لو بتدور على توصية مني الفيديو واحد يستاهل وقتك، طيب ده هنا فشوفوه. طيب لحد المرة الجاية أشوفكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتنا الجديدة. باي باي.